بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل لكم النهاردة إن شاء الله القراقيش بعجوة أو كعب الغزال. هي نفس الشيء بس التشكيل هو اللي بيختلف. أنا هعمل النهاردة الكمية نص كيلو، فأنت لو عايزة تاخدي الوصفة بتاعتي وكمية أكبر تضاعفي الكمية اللي أنا بقول عليها. يعني لو عايزة تعملي كيلو يبقى هتضاعفي كل حاجة أنا هقول عليها. هنا في البولة حطيت نص كيلو دقيق ومعلقة ممسوحة خميرة، لأنه هو نص كيلو بس فكفاية قوي، ما تبقاش مليانة، تبقى ممسوحة. نص معلقة بيكنج باودر، معلقتين سكر، معلقة صغيرة مليانة من ريحة الكحك أو بهارات القراقيش. دي أنا عاملاها في البيت، وإن شاء الله هقول لكم مكوناتها إزاي تشتروها وتطحنوها عندكم. بعد كده حطيت المادة الدهنية، هي عبارة عن كوباية، قسمتها نص سمن ربع زبدة، سيحتهم بس في الميكروويف، وربع زيت. هبتدي بقى قلبتهم مع بعض، وبعدين هبتدي عملية البس زي ما انتوا شايفين كده. دي اهم حاجة في القراقيش او الكحك، لازم عملية البس، لان هي اللي بتدي الهشاشة للعجينة. افضل ابس كده شوية لغاية ما الدقيق يتشرب كل الزبدة والسمن والزيت اللي انا حطاهم. ابس لغاية ما امسكها في ايدي الاقيها كده بقت قطعة واحدة، بس اما اسيبها ترجع تفرفط تاني. انا هحط هنا كوباية كوباية سائل، نص لبن ونص مية، بس يكونوا دافيين. انا حطيتهم كلهم على الدقيق، لان انا عارفة ان النوع ده من الدقيق النص كيلو عايز كوباية بس. فانتي لو مش متأكدة من النوع دي بتاعك بياخد قد ايه، حطي بالتدريج. وانا مرضتش اقطع الفيديو، سرعته علشان تشوفوا انه ما احتاجتش اي سوائل تاني، هي كده تبقى كويسة. هبتدي بقى ألمها في ايدي، وبعدين ما تعجنيش القراقيش، مش عايزة عجن، عايزة تلمي بس كده السوائل مع خليط الدقيق، ولغاية ما يدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى فيه مطة بسيطة بيتقطع، ما العجينة ما هياش ناعمة زي عجينة الفطاير أو البيتزا، لا هي العجينة بتبقى كده. هغطيها طبعا واسيبها تريح شوية عقبال ما اعمل العجوة ديت. انا هو تمر وانا فصصته، هحط عليه معلقة سمن بلدي، واحط عليه شوية قرفة بس، مش هحط حاجة تانية. وابتدي اهرسهم بالشوكة او اهرسيهم بايدك. انا ما احتاجتش ان انا اسخنه على النار لان العجوة طرية جدا. هبتدي بقى افردها قطعة العجوة بين ورقتين، بين شريحتين بلاستيك. انت هنا هتحسي ان العجوة مش مهروسة جامد، لا هي مهروسة لان هي طرية جدا، فمش مشكلة ان باين فيها قطع لسه بيضة اللي هي قلب التمرية من جوه، مش مشكلة، المهم انها طرية جدا. هفردها كده وبعدين هحطها في التلاجة تمسك نفسها لغاية ما افرد العجينة، وبعدين اجيبها احطها عليها. خدت قطعة من العجينة عملتها رول كده، وبعدين ابتدي بقى افردها على شكل مستطيل مقارب مستطيل العجوة اللي انا فردته. بس هي العجينة افرديها قوي لانك انت هنبرمها بعد كده، عشان ما تبقاش
طبقات فوق بعضها تخينة، لا تبقى رقيقة لانها لسه كمان هتختمر. حطيت عليها بقى العجوة، بظبط بقى العجينة حواليها، بشيل بس الأطراف وابتدي أبرمها رول. اما نخلص لازم الطرف بتاعها امسكه كويس في العجينة عشان ما يفكش مني، ما يفكش أثناء التسوية. ابتدي بقى أقطعها تقريبا سمك قراط كده، أو اللي هي بوصة 2.5 سنتي. كمل تقطيعها. طبعا لأن الدنيا برد، فأثناء ما انت بتشتغلي فيها تكوني مشغلة الفرن، شغالي الفرن على 170 يسخن، لأن لازم لما ندخل القراقيش لازم يكون الفرن سخن جدا، وفي نفس الوقت نشغله بدري علشان يدفي المطبخ فالقراقيش تختمر بسرعة. هحط هنا سمسم، وهحط معلقة عسل في بولة صغيرة كده، هدوبها في معلقة مية كبيرة. هقلب بقى السمسم علشان الطريقة دي يلزق في قطع كعب الغزال، لان انا مش هدهن بيض ولا حاجة. انما لو انت عايزة تدهني بيض فمفيش داعي تحطي مية على السمسم، لان طبعا لو حطيتها كده على السمسم هو مفيهوش حاجة هيقع، كل السمسم هيقع. فبالطريقة دي هيلزق السمسم في الحبات بتاعة القراقيش. ارصهم جنب بعض، مش لازم تسيبي مسافة كبيرة لانه هو هيعلى لفوق مش من الجوانب. خلصت انا الصاج دوت الاولاني، وهتحطيها في الفرن على الرف الوسطاني. مش هتحتاج تشغلي الشواية ولا حاجة، هتاخد لها حوالي تلت ساعة. هي الفرن هيسوي من تحت ويحمر من فوق. لو انتي فرنك لا، اما تلاقيها خدت لون من تحت اطفي الفرن وشغلي الشواية تحمر الوش. بس انا الحقيقة ما شغلتش الشواية. وبألف هنا.